ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الاوبتيوريشن تكنيكس، وهنمسك اول واهم تكنيك هو اللاترال كومباكشن. طيب سريعا كده، ايه اللاترال كومباكشن بتاعنا؟ او ايه فكره اللاترال كومباكشن؟ فكره اللاترال كومباكشن زي ما شايفين في الفيديو اللي تحت، انك انت بتبدا تحط ماستر كون وتفضل توسع لاماكن تانية عشان تحط اوكسيلري كونز تانية. يعتبر التكنيك ده من اسهل التكنيكس اللي ممكن تشتغل بيها، لانك ما بتحتاجش فيه ادوات كتير وشغل كتير وشغله بسيط، وبتقدر تعمل فيه لينثينج كنترول. زي ما احنا شايفين في الفيديو، هو بيقعد بيحط الماستر كون ويقعد يحط اوكسيلري كون، وبعد ما بيحط ويقفل الكنال وما يبقاش فيه سبيس ان السبريدر يخش التاني، بيجيب بيجيب كوندنسر ويسخنه لحد ما يكون ريد هوت، ويبدا يقطع الجاتا بيرشا. طيب ليه عمل الحركه دي؟ عشان ما يحركش الجاتا بيرشا. لازم وتبقى قافله عند الابيكال كونستريكشن او عند الابيكال ستوبر اللي احنا عاملينها. تمام، خلينا نتكلم سريعا كده ان احنا بعد ما عملنا الميكانيكال بريباريشن بتاعنا وبقت السنه خلاص نضيفه قدامنا، وبنستعد ان احنا نختار الماستر كون. طيب احنا بنختار الماستر كون ده على اي اساس؟ قالك الماستر كون يا دكاتره لازم يكون نفس السايز بتاع الماستر ايبيكال فايل. يا طيب، هو ايه هو الماستر ايبيكال فايل؟ الماستر ايبيكال فايل يا دكاتره هو هو الفايل الثالث، الفايل الكي الثالث او الرابع بعد الانيشال فايل. وده واحنا بنعمل ايبيكال بريباريشن او ميكانيكال بريباريشن للايبيكال بارت. وده كان ليه شرطين: اول حاجه انه يعمل لي توك باك اكشن، وتاني حاجه انه يكون واصل للفول وركينج لينث. طيب وهنعرف ازاي ان الماستر كون واصل للفول وركينج لينث؟ قالك عن طريق 3 حاجات: يا اما فيجوالي، يا اما تاكتايل سنسيشن، يا اما اكس راي. فيجوالي يعني حضرتك هتروح تجيب لي الماستر كون اللي انت على اساسه كنت مختاره من الماستر ايبيكال فايل، وتظبط الوركينج لينس بتاعك على مسطره الاندو. ويا ريت يا دكاتره مسطره الاندو اللي هنشتغل بيها الكيس هي نفس مسطره الاندو اللي هنعمل بيها اوبتيوريشن. ما نغيرش، لان احيانا بيكون في مساطر اندو مش كويسه، لما بتقيس عليها وتفضل ماشي بيها تبقى فيكسد بوينت معاك، ماشي بيها بتكمل معاك الشغل بيطلع مظبوط. لكن لو فضلت تقيس بكذا مسطره هتبقى اللينس بتاعك مش هيكون مظبوط، وممكن يحصل معاك اوفر اكستنشن، وهنتكلم عن مشكله هتحصل لما نعمل اوفر اكستنشن. المهم، بعد ما بتقيس وبتعلم زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، بتعلم مكان الوركينج لينس، بتروح تحط الماستر كون بتاعك في الكنال، وتشوف هل العلامه اللي انت علمتها دي مع واصله وموازيه للريفرنس بوينت بتاعتك. لو واصله وموازيه للريفرنس بوينت بتاعتك، احب اقول لك انك شغلك تمام جدا وانت شغلك رائع. ووقتها هنخش على النقطه اللي بعدها، ان احنا نعمل تشيك للتاك باك اكشن. طيب خلينا نتكلم، بس فرضنا ان احنا لقينا انها اقصر من الفول وركينج لينث. بسيطه، يبقى احنا عملنا غلطه من اتنين. الاولى ان احنا كان عندنا شويه دبريز في الكنال، ما عملنا لهمش شويه ريكابيتيوليشن واريجيشن زي الناس. واحب افكرك ان الاساس في شغل الاندو الاريجيشن يا جماعه. كل شغل الفايل ده ملوش اي 30 لازمه، هو مجرد ان هو بيدخل في الكنال ويطلع، يدخل في الكنال يشيل لك حاجه اسمها دنتين ماد. دنتين ماد دي اتكونت ازاي؟ عن طريق ان الدنتين ديبريس مع الاريجنت بيعملوا ميه تراب وميه، بيعملوا عجينه، يخش الفايل يطلعها. اكتر من كده ما بيعملش. اهم حاجه في شغل الاندو يا جماعه الاريجيشن. الفايل بيعمل شيبنج بس انت في اساسك في الشغل كليننج اند شيبنج. يعني احنا مفضلين الكليننج الاول، يعني احنا الشيبنج بنعمله عشان يساعدنا ان احنا نعرف نعمل كليننج كويس. المهم هنتكلم في النقطه دي في الميكانيكال بريباريشن بالتفصيل. تاني حاجه ممكن تكون سبب في ان يكون الماستر كون يخش اقصر من الفول وركينج لينث، انك انت يكون عندك ليدج. طيب ايه هي الليدج يا دكاتره؟ الليدج دي معناها انك انت كنت شغال في كيرفت روت وكيرفت كانال بستريت فايلز، وكل شغلك انك انت داخل وحولت الكيرفت روت الى ستريت كانال، وعملت نيو باث، نيو كانال. طيب حلها ازاي؟ الصورة هنا موضحة انك انت بتعمل بري كيرف للفايل قبل ما تدخله، بحيث انه يدخل
وتقدر تشيل حته الليدج الصغيره دي. المانجمنت بتاعها والطريقه بتاعتها بالتفصيل هنعملها ازاي هنتكلم فيها في محاضرات جايه كتير ان شاء الله. طيب فرضنا العكس، حطينا الماستر كون لقيناه نازل من تحت ومدلل معدي الايبكس، بمعنى تاني ان اطول من الفول وركينج لينث اللي احنا شغالين بيه. ده معناه انك انت عملت حاجه اسمها اوفر اكستنشن. يعني ايه؟ يعني انت كنت بتدخل بالفايل وتنزل تحت وتعدي الستوبر بتاعتك. يعني الستوبر بتاعت الفايل دي انت كنت بتعديها. فالايبيكال ستوبر اللي انت بقالك نص ساعه شغال بتظبط فيها ما بقتش موجوده عندك، ودي هتكتشفها لما تيجي تحط الماستر كون تلاقي مفيش اي تاك باك اكشن، الفايل بينزل مفيش اي تاك باك اكشن. المانجمنت بتاعها هيكون ازاي هنتكلم عنه في محاضرات جايه ان شاء الله كتير. طيب ايه السبب التاني ان يحصل عندي الاقي الماستر كون معدي الايبكس؟ ان السنه كانت جايه لك اصلا من الاول اماتيور، بمعنى تاني انك انت اصلا ما عندكش ايبيكال ستوبر عشان تعمل، ما عندكش ايبيكال كونستريكشن عشان تعمل ايبيكال ستوبر، وده معناه ان السن عندك اوبن ايبكس. تمام. تاني خطوه او تاني طريقه نعرف بيها الماستر كون بتاعنا واصل للفول وركينج لينث ولا لا، ان احنا بنعمل التاكتايل سنسيشن اللي هو بنسميه التاك باك اكشن. طيب يعني ايه تاك باك اكشن يا دكاتره؟ يعني slightly resistance on removal. حتى وانت بتحط الماستر كون بتاعك في الكنال هتلاقي في شويه بريشر كده وانت بتحطه، وده بيكون بسبب وده معناه انك انت عندك في الابيكال بورشن بارل وول. ده معناه ان شغلك حقيقي صح، شغلك رائع. يعني بالبلدي بتنتش، وبالبلدي قوي قوي. عارف انت لما تيجي تشيل شعرايه من شعر دقنك تلاقيها وبتشد كده، بتشد جامد وبسرعه، تحس زي ما يكون في بتنتش. هي معناها كده، هي مثالها في الحياه ما يجيش غير كده. الفيديو هنا بيوضح لنا وهو بيعمل تاك باك اكشن النقطه دي اهي، مره واحده بينتش، هو بينتش. دي احسن كلمه ممكن توصلها. ثالث خطوه معانا هي الاكس راي. الاكس راي يا دكاتره احنا المفروض مبدئيا كده بناخد اكس راي للماستر كون قبل ما نبتدي نعمل اوبتيوريشن، عشان ياكد لنا ان الماستر كون بتاعنا واصل للفول وركينج لينث. وبكده احنا اخترنا وتاكدنا ان هو ده الماستر كون بتاعنا وانه واصل للفول وركينج لينث، وبنستعد ان احنا نعمل اوبتيوريشن. تاني خطوه معانا بعد ما خلاص عرفنا ان هو ده الماستر كون، بنبتدي نعمل بننشف الكنال، دراينس للكنال ببيبر باين. طيب تعال نشوف الفيديو ده بيورينا وهو بيعمل دراينس للكنال. هنا هو جاب حته جوز مسح بيها على الرابر دايم حوالين السن عشان يعمل دراينس صح. بعد كده بيجيب بيبر بوينت بنفس سايز الماستر كون ويدخلها في الكنال. ممكن تحتاج 1 2 3 4 من البيبر بوينت لحد ما تعمل دراينس لكل الكنال. حاجه كمان، انت بتعمل، لو احنا شايفين هنا في كذا اورفيس، كذا كنال. لما بتيجي تعمل اوبتيوريشن يا دكتور وليكن لابر 6، انت بتحط بيبر بوينت في 3 كنال. مثلا لو كان هو 4 كنال بتحط بيبر بوينت في 3 كنال عشان يبقوا مقفولين، وتبقى شغال في كنال واحده بتعمل لها اوبتيوريشن. وبعد ما تخلص الاوبتيوريشن في دي تسيح وتخش وتشيل البيبر بوينت من كنال تانية وتبتدي تعمل فيها اوبتيوريشن. ليه بنعمل كده؟ عشان ممكن انت وانت مش واخد بالك تلاقي السبريدر بيدخل في كنال تانية، او تلاقي نفسك شغال في كنال والكنال التانية حطيت فيها اوكسيلري كون من غير ما يكون فيها ماستر كون اصلا من الاساس. تاني بس عشان الناس اللي ما فهمتش القصة اللي انا بقوله. بص، انت هنا عندك كذا اورفيس، هتحط في كل اورفيس عندك 4 مثلا اورفيس او 2 اورفيس، هتحط في كل اورفيس بيبر بوينت وتخلي كنال واحده بس او اورفيس واحد بس ما فيهوش بيبر بوينت هو اللي فيه الماستر كون، هو اللي هتقعد تحط فيه الاوكسيلري كون، هو ده اللي هتقعد تشتغل فيه. بعد ما تخلص تسيح وتشيل الاكسس بتاع الكاتابرشا، وبعد كده تخش على الاورفيس اللي بعده. ليه تاني؟ علشان ما تتصدمش وانت شغال انك انت عمال شغال بتحط اوكسيلري كون في حته في كنال تانية غير الكنال اللي انت حاطط فيها الماستر كون. تمام. الخطوه اللي بعد كده هي خطوه السيلر،
والسيلر يا دكاتره الميكسنج بتاعه لازم يكون ثيكي كريمي ميكس. لازم مبدئيا كده تبقى ماشي ورا خطوات المانيفاكتشر على حسب نوع السيلر اللي انت شغال بيه. بس بيقول لك انك انت مش عايزينه لا يكون تو سيك ولا يكون فلوابل. ليه؟ لو كان ثيك مش هيقدر يخش في اللاترال كانالز اللي موجوده عندي في التو ستراكشر ويقفلها، مش هيقدر يخش فيها، الفلو بتاعه مش هيبقى كانك ما عملتش حاجه، مش هيقدر يدخل في الكانالز ويقفلها. وانا الهدف اصلا من السيلر بتاعي ان هو يعمل لي سيلينج للدنتينال تيبيولز واللاترال كانالز اللي الفايل ما دخلش فيها. دي اول حاجه. طيب احنا بنعمل الميكس بتاعنا ازاي؟ هنا بيوريك وهو بيعمل الميكس ببطن الاسباتيولا، بيمسح السيلر على بطن الاسباتيولا وبيقعد يعمل بالدروبر دي الدروبر بياخد من الليكويد ويقعد يضيف على حسب ما هو محتاج ولا لا، وبيحط نقطة زيادة حتى هنا على جنب من غير ما يضيفها، ويقعد يعمل الميكس بتاعه homogeneous ميكس. في الاخر لازم تتشيك السيلر ميكسينج، الميكس بتاع السيلر بتاعك مظبوط ولا لا. هنا بيعمل حاجة اسمها string out test. string out test الفكرة بتاعته انك انت بتجمع السيلر على الجلاس سلاب وتروح حاطط الاسباتيولا بتاعتك عليه، وتبتدي تحاول تطلع خيط من السيلر اللي متجمع. وانت بتطلع لفوق كده هتلاقي خيط طول خيط بيطلع معاك. المفروض ان طول الخيط ده يكون 1 انش. هنشوف صورة تانية اهو. طيب بنتشيك ازاي على الموضوع ده؟ قالك عن طريق تو تيست. التيست الاول قلنا السترينج اوت تيست، وده انك لما تطلع ببطن الاسباتيولا من هنا يطلع معاك خط طوله 1 انش. تمام. الحاجة التانية الدروب تيست، والحقيقة ما لقيتلهاش صورة او فيديو على النت او ما دورتش كتير بصراحة، بس الفكرة بتاعتها انك بتجمع الميكس بتاع السيلر على الاسباتيولا وتروح رافع الاسباتيولا لفوق وقلبها. المفروض ان الدروب بتاعت السيلر اول دروب تنزل من السيلر وتفصل زي الدروب دي، اول ما تفصل تكون بعد 10 ثواني. ده كلام النظري المكتوب في الكتب. طيب هو احنا بنعمل بليسمنت للسيلر جوه الكنال بايه اصلا؟ قالك باي حاجه، عايز بماستر كون ماشي، ببريمر او فايل ما يضرش، او حتى بالتراساوند. بس اهم حاجه والاحسن عشان تعمل اوبتيوريشن وسيلينج صح انك تعملها بالماستر كون. ازاي؟ تجيب الماستر كون بتاعك تروح مسحه في السيلر اللي موجود على الجلاس سلاب، وتروح داخل في الكنال تقعد تعمل زي فيرتيكال ستروكس كده. ودي بالمناسبه الفيرتيكال ستروكس هنتكلم عنها طريقه من طرق الاريجيشن، هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في حلقه جايه. تقعد تعمل فيرتيكال ستروكس وتبدا تمسح او تلف بالماستر كون بتاعك على الوولز بتاعت الكنال. هنا هو بيحط السيلر بالفايل دخل في التو ستراكشر وبيلف الفايل بتاعه في الكنال زي ما احنا شايفين اهو. تمام. وصلنا للنقطة اللي بقالنا ساعة بنتكلم عشان نوصل لها، وهي اللاترال كومباكشن. انت كل الكلام اللي انت قلته ورا ده اللي انت هتعمله في اي تكنيك هتشتغل بيه. بس احنا عايزين نتكلم عن اللاترال كومباكشن. احنا بعد ما نشفنا الكنال وعملنا ميكسنج السيلر وحطينا الماستر كون خلاص، جت دلوقتي النقطة الحاسمة ان احنا نعمل اوبتيوريشن. خلينا نحط، طلع واحد عبقري وقال خلينا نحط 2 ماستر كون كبار كده ومقلوظين ونقفل الكنال على كده وبكده خلصنا. بس هو ده حقيقي فعلا اوبتيوريشن، بس لما نيجي نبص في الاكس راي على الكلام ده هنلاقي عندنا الكنال مليانه فويدز، وفويدز يعني ليكج، وليكج يعني فيلير. تاني يا جماعه، احنا هدفنا في الكنال مش ان احنا نملاها بسيلر. يعني فكره انك تحط 2 ماستر كون كبار وتروح قافل شويه سيلر كده وتروح قافل على كده، وهو ده اوبتيوريشن؟ ده مش اوبتيوريشن. انت مع الوقت السيلر ده بيحصل له ليتشنج وديسنتجريشن. حتى في بعض الكيسز لما هتعمل اكس راي هتلاقي حاجه اسمها سيلر باف تقريبا.
دي بتكون بسببها ان السيلر عدى بياند الايبكس. دي خلال كام شهر هيبتدي الجسم يكسرها، تدوب، تتحلل، مش هتبقى موجودة اصلا. وعشان كده يا جماعة هدفنا في الاوبتيوريشن ان احنا نملى السبيس على قد ما نقدر بجاتا برشا، مش سيلر. تاني يا جماعة والله العظيم السيلر بيعمل ليكج، مع الوقت بيحصل له ديسنتجريشن وليتشنج. تمام. دلوقتي احنا مش بس عايزين نرص الجاتا برشا جوه الكنال، احنا عايزين نفعص الجاتا برشا في بعضها وعلى اللاترال وول اوف ذا كانال. طيب بنفعصها بايه؟ بحاجه اسمها سبريدر. ما هو السبريدر يا دكاتره؟ السبريدر يا دكاتره ده عباره عن هو عباره عن حاجه كده زي الفايل بس سموث، ما فيهاش السريشن او السبايرالز اللي موجوده على الفايل، وبتكون بوينتد اند وليها اشكال. يعني ده بشكل الفايل. في اشكال تانية بهاندل زي الاكسكافيتور. طيب هنختار السبريدر ازاي؟ هدفنا وانت بتختار السبريدر تحط في بالك حاجتين. اول حاجه هو اكبر سبريدر يقدر يخش اقصر من الفول وركينج لينث ب 2 ل 3 مللي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مثلا لو انت شغال على وركينج لينث 20، يبقى السبريدر بتاعك المفروض يخش عند 18. طيب لو عندنا سبريدر 25 وسبريدر 30، الاتنين بيدخلوا، اختار مين فيهم؟ ناخد الكبير. دايما بتاخد اكبر سبريدر يقدر يدخل لاقل او اقصر من الفول ووركينج لينث ب 2 مللي. طيب حطينا الماستر كون واخترنا السبريدر وخلاص، هنبتدي نملى الكنال بالاوكسيلاري كونز. هنشتغل ازاي؟ مبدئيا كده قبل ما اقولك هنشتغل ازاي، احنا ممكن نستخدم، احنا لو نقدر نحط في الكنال جاتا برشا سايز 15 كنا حطينا، لان احنا عايزين نوصل لاوبتيوريشن صح، خالي من الفويدز وخالي من السبيسز. بس الحقيقه سايز 15 طري جدا وما بتلحقش تمسكه حتى، وكذلك الكلام على سايز 20. وعشان كده بنبتدي دايما بسايز 25 او سايز 30. وكان السؤال هو ممكن او ينفع نستخدم two different sizes of جاتا برشا؟ ممكن تستخدم سايز 25 وسايز 30، ويفضل انك انت وانت بتعمل اوبتيوريشن كل ما بتقل السبيس معاك تاخد السايزات الاصغر. تمام. ايوه هنشتغل ازاي برضو؟ تعال نشوف الفيديو. هنا هو بيدخل السبريدر جنب الماستر كون وبيعمل سبيسنج. لو اخدت بالك هو بيعمل، ثانيه واحده نوقف الفيديو، لو اخدت بالك هو بيعمل ايبيكال بريشر لدرجه ان الستوبر اللي عندنا هنا وصلت لحد الريفرنس بوينت بتاعته. هو هنا الريفرنس بوينت بتاعته الانسايزال ايدج. ده معناه ان هو ظابط الوركينج لينث بتاع السبريدر وشغله مظبوط تمام. بعد ما بيعمل ايبيكال بريشر، يعني انت بتخش بالسبريدر بتاعك بتنزل لتحت ايبيكال بريشر، تعمل ايه؟ تبتدي تقور. يعني ايه؟ يعني تعمل حركه دائريه. عارف انت الحاجه وهي بتقور الكوسه؟ هي نفس الفكره، تقعد تلف في الكنال. هتبان اكتر مع لما يكون في اوكسيلاري كون. شوفوا هو بيشيل السبريدر ازاي، ما بينتشهوش كده زي ما كنا احنا بنعمل تشيك على التاك باك اكشن. لا، هو هنا بيعمل كلوك وايز وانتي كلوك وايز، بيلف. نشوفها تاني وهنوضحها قدام تاني. كلوك وايز وانتي كلوك وايز اهو طلع معاه. طيب هنشتغل ازاي التاني برضو؟ هنا الفيديو ده بيورينا بعد ما حط اوكسيلاري كون بيدخل السبريدر، عمل ايبيكال بريشر، نزل. بص في الحته اللي قبل كده، في الفيديو اللي قبل كده السبريدر نزل معاه لحد الستوبر، نزلت لحد الريفرنس بوينت. هنا الستوبر نزلت اقل. ليه؟ لان الاوكسيلاري كون اللي هو حاطه اخد سبيس. فانت دايما لازم تعمل هما تكتين في الاوبتيوريشن، تعمل ايبيكال بريشر وبعد كده تقعد تقور، اللي هي الحركه الدائريه بتاعتنا اهو. بيقعد يقور عشان يوسع سبيس للاوكسيلاري كون اللي جايه وراه. كلوك وايز انتي كلوك وايز، طلع بالسبريدر. تمام.
خلاص حطينا الماستر كون اهو، وهنحط الاوكسيلري كون. نخلي بالنا عشان في تكتين في الاوبتيوريشن اللي احنا لسه قايلين عليهم دلوقتي. لازم ندخل بالسبريدر في كل مره من نفس الناحيه، ولازم نعمل ايبيكال بريشر. طيب خلينا نقول، هو احنا ليه لازم يبقى لينا بوينت واحده بس هي اللي بندخل فيها او منها بالسبريدر؟ لانك لو فضلت كل مره تخش من ناحيه شكل، هتعمل لي سبيسنج، وهتعمل لي فويدز، واحلى فويدز هتبقى عندك. وفي نفس الوقت مش هتقدر تحط كميات كبيره من الجاتا برشا جوه الكنال، وبما ان هيكون عندك سبيسنج وفويدز، فمعنى كده ان الكيس هتفلير معاك مع الوقت. في حالات الفيلير مش شرط ان الفيلير يكون تاني يوم، ممكن الفيلير بعد شهر، شهرين، 3، 4 سنة، سنتين، 2، 3. طول ما في مشكلة ممكن وقتها مش متحدد امتى المشكلة تبان. نفس فكرة الفينيكس ابسس. تمام. هنا بيوريك الابيكال بريشر، بيدخل السبريدر جنب الماستر كون اهو. لو بصيت هتلاقيه هيعمل vertical او apical pressure لحد ما الستوبر تنزل وتلمس الريفرنس بوينت. ده معناه ان هو عمل حقيقي، عمل سبيسنج صح للاوكسيلري كون اللي هيحطه. دايما الدكاتره هتلاقي في بوينت سودا، دي اللي هتدخل منها، ودي النقطه اللي انت هتدخل منها الاوكسيلري كون. يعني انت ما تقعدش تعمل سبيسنج للاوكسيلري كون وفي الاخر تحط الاوكسيلري كون بشكل عشوائي. الاوبتيوريشن بتاعك هيبقى مليان سبيسنج وفويدز. تمام. هي دي البوينت اوف انتري. دايما حاول تكون شايف الشغل اللي انت بتعمله. لو كنت شغال ابر، يا ريت يبقى معاك ميرور وانت بتحط الاوكسيلري كون، تبقى باصص شايف انت بتتحرك فين. ودايما حاول تتدرب على الاندايركت. السؤال دلوقتي، هنشيل السبريدر ازاي؟ انت خلاص وسعت مكان للاوكسيلري كون وعايز تشيل السبريدر ازاي؟ هنشيله عن طريق موفمنت كلوك وايز وانتي كلوك وايز، نفس حركه الفايل الكي عند الابيكال بارت. نقطه مهمه وانت شغال يا دكتور، وانت بتعمل ابيكال بريباريشن، الابيكال ستوبر وانت شغال فيها، هناك تحت الموشن بتاعتك ما ينفعش تبقى فيلينج موشن، مش زي الموشن بتاعت الاتش فايلز. لازم تكون روتيشن كلوك وايز وانتي كلوك وايز، اللي هي واتش وايدنج موشن، انك انت تقعد تتحرك كده. يعني حتى هنا الفيديو بيوريها لنا، بص، كلوك وايز انتي كلوك وايز، كلوك وايز انتي كلوك وايز، هوب 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 طلع معاك. بس ده الشغل ودي الطريقه اللي لازم تشتغل بيها وانت بتعمل ايبيكال ستوبر. لو انت عايز حقيقي تحقق ايبيكال ستوبر صح وتعمل شغل مظبوط، تتحرك بالحركه دي. لكن لو عملت فيلينج موشن، خلاص كده انت لا هتلاقي توك باك اكشن ولا هتلاقي عندك ايبيكال ستوبر. وده بسبب هتكلم عن الشرح بتاع النقطه دي ان شاء الله في فيديو جاي. ده اللي بيحصل لما حضرتك تعمل فورس جامده وانت بتعمل اوبتيوريشن. يا جماعه احنا بنعمل سبيسنج، احنا بنوسع الاوكسيلري كونز، ده حقيقي حقنا ان احنا نفضل نوسع، دي حاجه كويسه. بس احنا ما بنعملش كوندنسيشن لامالجم هنا. يعني الجاتا برشا دي اتس سوفت، يعني حاجه طريه. فمش لازم يا دكتور تقعد تعافر وتدوس جامد، لا ده غلط، لانك انت هتعمل حاجه اسمها vertical fracture. حاجه كمان، دكاتره، وانس اننا خلصنا الاوبتيوريشن بتاعنا وخلاص السبريدر ما بقاش يقدر يخش في اي حته في الكنال في الاورفيس، هنجيب الكوندنسر بتاعنا او البلاجر ونبتدي نسخنه لحد ما يبقى ريد هوت. طب ليه؟ عشان اقدر اقطع الجاتا برشا من غير ما تمسك في الكوندنسر وتمط معايا، لانها لو مطت معناها ان الجاتا برشا اتسحبت شويه من تحت، يبقى مش هيبقى فيه تحت ايبيكال سيل، او الجاتا برشا مش هتبقى قافشه في الايبيكال ستوبر تحت. احنا عايزين نوصل للشكل اللي على اليمين ده، مش نوصل للشكل اللي على الشمال. طيب ازاي بنعمل كده؟ قالك ان احنا اول حاجه هنجيب الكوندنسر بتاعنا نسخنه لحد ما يبقى ريد هوت وتبدا تقطع الجاتا برشا، وبعد كده تروح قالب السبريدر على الحته الساقعه وتبتدي تعمل فيرتيكال او كومباكشن على الجاتا برشا، بحيث انها تبقى سموث
وموازيه للفلور او قافله مع الاورفيس زي الصوره اللي على اليمين دي. تمام. في الحقيقه انا دورت على فيديو بيوريك شكل الكوندنسر وانت بتسخنه بالتورش، بس الحقيقه ما لقيتش. لقيت حاجه اسمها سيستم بي. سيستم بي ده يا دكاتره هو سيستم بي عباره عن زي المكوه الكهرباء الناس بتستخدمها في تبع الناس بتوع الكمبيوتر والالكترونيات والحاجات دي. زي ما احنا شفنا في الفيديو هنا، وهي سخنه بتروح ماشيه مقطعه الاكسس من غير ما تمط معاها. لو ركزت هتلاقيها ما مطتش معاها، ولو ركزت هنا هتلاقي نقطه حمراء، هتلاقيها سخنه جدا. بعد كده بنستخدم بلاجر او كوندنسر يكون سنه صغير جدا، رفيع، سايز صغير، ويقعد يعمل vertical compaction. ليه يا دكاتره بنعمل vertical compaction؟ عشان نوصل للصوره دي. تمام، عشان يبقى عاملين سيلينج كويس عند الاورفيس، ميبقاش فيه سورس او مكان انه يحصل ليكج. تمام. يا ريت لو تمسح الكافيتي بحته قطنه فيها الكحول عشان تشيل الاكسس بتاع السيلر وتعرف تعمل ريستوريشن صح من غير ما يحصل لها discoloration. ودي نقطه يمكن ناس كتير بتكسل تعملها او ناس كتير ما تعرفهاش، وتقعد تشيل السيلر الاكسس بتاع السيلر بالاكسكافيتور، مع ان الفكره دي سهله وبسيطه وحقيقي بتفرق جدا في الشغل، عشان التو ستراكشر في الاخر البيشنت بيسعى ان تكون سنته بيضه بس. فانت لو ما عملتش كده والسن حصل لها ديسكالريشن هيبقى متضايق شويه، مش راضي عن الكلام ده. طيب ناس مش هتعرف تمسك القطن الصغيره دي وتحطها جوه البالب تشامبر وتمسح في الكنال. تعمل ايه؟ ممكن ببوند براش يكون فيها الكحول. هنا بيوريك اهي حته بوند براش بسيطه جدا، تحطها في الكحول ويبتدي يمسح. هو هنا بيمسح السيرر ويمسح البوند براش كويس، وبعد كده رجع عشان يمسح الاكسس بتاع السيرر. حقيقي انا لما شفتها عجبتني جدا بصراحه. تمام. ولو كنت شايف ان البوند براش غليت اليومين دول فممكن تستخدم حاجات تبع الميك اب، بيستخدموا حاجات زي كده برضو، او الكوتون بيلت. شكرا لكل الدكاترة اللي شاركت معانا. تقدروا تشوفوا كمان فيديو الاريجيشن وفيديوهات تانية كتير عجبتنا، هتلاقوا اللينكات بتاعتها تحت في الديسكريبشن. في نهاية الفيديو حبيت اقول لكم على حاجة. عشان تعمل حاجة صح لازم تعمل حاجة اللي بتحبها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، لان دي حاجة بتشجعنا اننا نقدم الاحسن. كان معكم مصطفى جمال من قناة ابل دنتستري. اشوفكم الحلقة الجاية.